نقعدوا مع جرحى الثورة اللي صعدوا اليوم مواقفهم، وين أقدم الطالب عبد القادر العلوي على تخييط فمه احتجاجا على رفض الحكومة الاستجابة المطلب الوحيد اللي هو المعالجة بالخارج. عبد القادر العلوي 26 سنة، اتصاب في ساقه نهار 14 جانفي 2011 والتوا رصاصة مازالت ما تنحاتش، وحالته اليوم اختيرة بما أنه مطالب بعملية في الخارج وإلا باش يتم قطع ساقيه. هذا اللي خلاه يطالب باش يقابل المسؤولين في الحكومة لكن بلا مجيب حتى فاضل كاس اليوم. اخ بنزرتي فهمني حتى دواء ديجا ما لقاشي، هبطنا نلوجوا عليه حتى في تونس كامله ما فماش جمله، فهمني مشينا حتى للسبيطارات ديجا حتى الحكومه فهمني غاده النظر كومبليتمون على الحكايه هذيا. شنين تحبنا نوصلوا معاه اكثر من هكا؟ بالله جريح ثوره راه زاد ما يجيش الى متى باش نبقاو هكا؟ هجمنا عليهم ما حبوش يدخلونا، مشى خيط فمه وجاء فهمت باش العباد تسمع اللي هو علاش خيط فمه عليه ما حبوش يدخلونا. تعب نفسانيا، تعب ودليل نوصل للحاله هذه يعني. تعب واليوم جاء حب يدخل صدق يعني. انا ما نقولش الاعوان الامن اللي بالزي اللي منعوهم الدخول، لا، اما اعوان ما نعرفش شكون الداخل يعني تهكموا عليه. طلبنا معناتها بكل لطف اي مسؤول يقابلوا باش يقدر يروح. جايته مش سهلين، قالوا له ارجع غدوه. ما تحبوش تعطونا حقوقنا، يقولوا لنا ماناش عاطين، علاش تمنوا فين؟ علاش كان تمنيات هاو غدوه هاو الجمعه الجايه هاو 3 ايام هاو 4 ايام، ما فهمنا حد شيء من الحكايه. عبد القادر اليوم معتصم قدام وزاره حقوق الانسان ومازال يطالب بحقوقه كجريح ثوره، لكن مازال نداؤه بلا مجيب.